السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي فرزنا القلقاس. بصوا، لا واحدة سمرة ولا الكلام ده كله، فرزناه بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. لو 10 كيلو قلقاس هتفرزوه في ربع ساعة. عايزين تعرفوا الطريقة ايه؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنفرز مع بعض القلقاسية دي زي ما انتوا شايفينها كده، ما شاء الله كبيرة. القلقاسية دي حوالي 3 كيلو بالظبط. تمام. احنا دلوقتي هي المشكلة دلوقتي احنا ازاي هنقطع القلقاسة لانها حجمها كبير. تمام. هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. ايوه حبايبي، هنجيب فوطة كده، فوطة مطبخ، هنفرشها على الترابيزة اللي احنا هنقطع عليها القلقاسة، وهنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله كده بقى ايه عشان الموضوع صعب جدا. تمام. هنفتح القلقاسة، هنشقها 2، بس هي على فكرة ناعمة جدا. نسمي الله كده. بصوا يا حبايبي، هي عشان كبيرة هتاخد مننا ايه غلبة شوية. كده فتحناها نصين. هنعمل ايه تاني بقى؟ هنبتدي نقطعها زي ايه طرنشات كده ايه عشان نعرف نقشرها. تمام حبايبي، كده بنفس الشكل كده. هقطعها بالشكل دوت، هخلصها وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي قطعنا القلقاس بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنبتدي بقى ايه نقشره كده عشان ايه تبقى الدنيا سهلة علينا. تمام. مش هنقطعه برضو دلوقتي، هنستنى لما نخلص ايه كل القلقاسة بتاعتي. انا بحب اغسل القلقاس، مش بحب اعمله زي ما هو كده، لازم اغسله. ببقى كده ايه مطمئنة كده ان انا ايه ان القلقاس بتاعي اللي انا هاكله نضيف. بصوا سهل ازاي، رغم ان القلقاسة كانت كبيرة جدا زي ما انتوا شايفينها. يعني القلقاسية 3 كيلو، فطبعا كبير ان انا اقطعها، بس ايه قطعناها بطريقة سهلة. يعني صحيح تعبتنا شوية، بس ايه اتقطعت بسرعة. هنقشرها كلها كده، وبعدين هنبتدي بقى ايه نقطعها. تقطيعها بقى هيكون سهل جدا، يعني مش هياخد مننا وقت خالص. هكمل وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي قطعنا القلقاس بالشكل ده كده وقشرناه. هنبتدي بقى ايه ان احنا على البلانشه بتاعتنا كده، وهنعمل ايه هنبتدي نقطعه مكعبات. تمام حبايبي. اسهل من كده بقى مفيش. تمام. وهنبتدي ايه كده بالشكل ده كده، يكون قد بعضه. بس كده. بصوا حبايبي قد بعضه، كل المكعبات هتبقى قد بعضها. وهنحطه بقى ايه في طبق كده.
بس العملية سهلة خالص اهيت. انا بحب اجيب القلقاس يكون حجمه كبير عشان ما اهدرش في القشر. والقلقاسه تسويه القلقاسه الواحده غير ما تجيب 2 أو 3، هتلاقي ايه 2 يستووا وواحده لا، او واحده تستوي و2 لا. فانا بحب اجيب واحده على بعضها كبيره فتبقى سواها واحد. تمام حبايبي. وهنعمل مع بعض برضو ازاي نفرز السلق. يبقى هنفرز السلق والقلقاس وهعرفكم ايه، بس ده في فيديو وده في فيديو. بصوا حبايبي كله ايه قد بعضه. هكمل وارجع لكم تاني. حبايبي قطعنا القلقاس زي ما انتوا شايفينه كده، بصوا مكعبات قد بعضها. ما نقطعهوش رفيع قوي ولا القطعه تكون كبيره، لا تكون متوسطه، لان احنا لو قطعناه رفيع قوي ممكن يتهري، رغم ان هو حد في تقطيعه، بس لما بيستوي ممكن لو استوى شويه يتهري منك. فعايزين المكعبات تكون ايه، بصوا ما شاء الله اهي زي كده. تمام حبايبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح بقى على الحوض نغسله غسلة حلوة قوي بمية سخنة، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. كده حبايبي بعد ما غسلنا القلقاس كويس جدا بالمية السخنة، هنعمل ايه؟ هنحطه في المصفى وهنعصر عليه الليمونة دي. تمام حبايبي. نعصر بقى الليمونة بتاعتنا كده. الليمون ده بقى فايدته ايه؟ الليمون ده بيحافظ لي على القلقاسة نفسها ما تسمرش، تمام، وما يخليش المادة الجيلاتينية دي تظهر خالص، يفضل كده ايه القلقاسية ناشفة ما تنزلش اي سوائل. تمام. بس كده هنسيبه بقى يتصفى خالص، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. كده القلقاس اتصفى خالص حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. الخطوه اللي بعد كده هنفرزه بقى. هنجيب الاكياس بتاعتنا ونحط ايه فيها القلقاس حسب كل وجبه انت هتعمليها. تمام حبايبي. طريقه سهله وبسيطه ما خدش مننا اي حبايبي. خلصنا. بصوا حطيناهم على 3 اكياس لا اسمر ولا لزق ولا نزل الماده الجيلاتينيه اللي فيه ولا الكلام ده كله. ما شاء الله 3 اكياس زي بعض. تمام حبايبي. اسهل طريقة لتفريز القلقاس من غير ما يسمر ولا الكلام ده. طبعا حبايبي جربوه، الطريقة دي سهلة جدا وهتعجبكم. وما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.